على سلامتكم الناس الكل. اليوم عملت لكم مملحات اقتصادية سهلة جدا بدون لحم وبدون مجهود، كلها من مكونات موجودة في كل بيت، تنفع للضيافة، للمدرسة أو حتى فطور صباحي خفيف. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك والإعجاب بالقناة تشجيعا لي. نبدأ على بركة الله. بسم الله. أول ما نحطوا شوية ماء ونزيدوا الخميرة، ومن بعد كيس حليب ونخلوه يخمر شوية، ونزيدوا له مغرفة السكر، ومن بعد نضيفه بشوي بشوي دقيق حتى لين نحسوه بدا يتماسك ويشد في بعضه. بالطريقة هذه راهي سهلة برشا وبالحق غير عادية. توا باش نضيفوا الكيس الثاني من الحليب، يعني 2 كيسان حليب. راهي ما حطيتش فيها الماء، كان الحليب باش تجيني هيك هشة وطرية في نفس الوقت. وتعرفوا أي مملحات راهو لازم تكون هشة وطرية. ونحركها مليح بيدي ونحاول ديما ندلكها وديما نشوف فيها لهوة ولا ما فيهاش باش نفرغها، ونحاول نشمع عليها بالبلاستيك. وتوا أول ما نبدأ نقلي البطاطا مليح ونضيف القراع الأخضر قاعدين نشوفوا، وراس البصل هذاك على جنب. نحي البطاطا خاطرها سيبون حضرت، ونحرك شوي هذاك القراع والبصل، ونضيف الفلفل قصيته طرف حتى هو فلفل أخضر. سهلة برشا، راهي الطريقة مهلاش من أسهل منها. تنجم تقولوا لجماعة الفيجيتارش، معناها جماعة الفيجي راهو طعمة ولا أروع بصراحة، اقتصادية ومحلاها البنة زادة ما نحكي لكمش. وبعد نضيف الطماطم ترنشات ونخليهم يتقلوا بالباهي. عبارة واحد قاعد يقلي يحضر في كفتاجي غير من دون قرع أحمر حاسيلو. والعجينة شوفوا ما شاء الله تخمرت لي على قاعدة نحاول نقسمها طرف كيف نفس القياس بريسك، ونحطها على جنب. تزيد تخمر لي في العقل ونطرح مع الوقت يعني، ونختم خدمتي يعني. سهلة ياسر، مهناش ما أسهل منها. كما قاعدين تشوفوا في الصورة، فقط اتبعوا لزيتاب الموجودين في الفيديو راهو تتحصلوا على عجينة محلاها وسهلة. هذيك اللي حطيتها هريسة، شريتها من الترك شلادن من التركي، موجودة في ألمانيا، متأكدة في برشا بلايص أخرى زادة. مهم هريسة، أي هريسة نستعمل، حتى في الهريسة العربي التونسية متاعنا هيك أي هريسة، مهم باش تجيني محرحرة، نحبوها محرحرة. حاصلي ولف عليها بالطريقة هذه، مهناش ما أسهل بصراحة. ونحاول ندلك بيديا، ومن بعد تخرج لي بسم الله ما شاء الله خبيزة محشية مشخشخة من داخل. الخبزة لولا راني ما حطيتش فيها جبن، هذه باش نحط فيها جبن ومحلاها يعني بجبن ولا بلا جبن. البنة تبقى الطايك ماذا بيكم يطلع صحيح وناجح ونطفخ وخذا وقته. وكذلك الحشو يكون خفيف، ما قويتاش، بالعكس خليتها طيب في عقلها ومحلاها. جربوها وما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتشجعوني. برشا دعم منكم، خاطرني منكم أنتم، بكم أنتم ننجح، وبكم أنتم نتقوى، وبكم أنتم نزيد نعمل برشا فيديوهات أخرى. ورجة ممتعة للجميع. سكنت يا قلبي ودخلتها داري وسميتها المضامة، يا والله نيتي تعطي سير معاها الدار، يا كنتي تسوى